السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال الصف الثالث الثانوي مع الدرس السادس بعنوان الروح. قال الناظم: ولا نخض في الروح إذ ما ورد نص من الشارع لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد فحسبك النص به هذا السند. رأي العلماء في مسألة البحث في الروح. ما الدليل على أن الروح من أمر الله؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وده الدليل على أن الروح من أمر الله، يعني اختصها الله سبحانه وتعالى بأسراره. بين آراء العلماء في حكم البحث في الروح وما الذي فهموه من الآية الكريمة. العلماء فهموا ماذا من الآية ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي؟ أولا العلماء غير المجيزين للبحث، يعني في علماء قالوا يجوز البحث عن الروح وفي علماء قالوا لا يجوز. العلماء اللي أجازوا قالوا قد فهم بعض العلماء، العلماء المجيزين بيقول لك المؤلف قد فهم بعض العلماء من الآية النهي عن البحث في الروح وأنها من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فقال بعضهم البحث فيها مكروه، وقال الإمام الجنيد بتحريم. يبقى ده القول الأول، قال لي لا يجوز البحث عن الروح، فمنهم من قال بالأول اللي هو مكروه ومنهم من قال بالتحريم اللي هو الإمام الجنيد. القول الثاني اللي هو المجيزون للبحث، قال كثير من العلماء لم يمنع من البحث فيها، وقال ليس في الآية ما يدل على المنع من البحث فيها، بل على العكس، فإن فيها ما يشير إلى الاستفادة من البحث فيها، وهو ما يشير إليه تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يعني معنى الآية أن أنت مثلا مهما بحثت عن الروح فهو العلم ده قليل. اختلاف العلماء المجيزين للبحث في الروح، دول اختلفوا نفسهم. أيوة، منهم من هم العلماء المجيزون للبحث في الروح؟ الأول بعض المالكية، بعض أئمة المذهب المالكي، السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية، أهل السنة منهم يعني، وجماعة من الصوفية والمعتزلة ذهب العز بن عبد السلام. يبقى عندنا بعض المالكية تكلموا فيها، ومن ناس من المتكلمين والمحدثين والفقهاء والصوفية، وجماعة من الصوفية والمعتزلة، والعز بن عبد السلام. العلماء المجيزون للبحث في الروح اختلفوا في تعريف الروح. يبقى عندك كده 4 تعريفات بالصلاة على النبي لتعريفات الروح. طبعا العلماء اللي تكلموا فيها هم اللي عرفوا الروح. فقال بعض المالكية، رأي المالكية إيه؟ والله رأي المالكية قالوا أن الروح جسم له صورة وأعضاء كالبدن. يبقى المالكية قالوا إيه؟ قالوا الروح دي جسم له صورة، شكل يعني، وأعضاء زي البدن. مذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء. يبقى مذهب أهل السنة من المتكلمين والمحدثين والفقهاء قالوا أن الروح جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم. يبقى الروح دي جسم لطيف شفاف مشتبك بالجسم كاشتباك الماء بالعود الأخضر، زي ما الماء منتشرة في العود الأخضر كده، كذلك الروح، فهي سارية في جميع البدن. وبهذا جزم الإمام النووي. الإمام النووي يعني أيد هذا الكلام. مذهب جماعة من الصوفية والمعتزلة قالوا ليست بجسم ولا عرض، بل هي جوهر مجرد يتعلق بالبدن تعلق تدبير. يعني إيه؟ تعال شوف الهامش بيقول لي المقصود بالجسم هنا الجسد، أي ليست الروح بجسد ولا بدن، يعني الروح ليست جسد ولا بدن. والعرض ما لا يتميز بنفسه. يعني إيه؟ قال قد ضحك مثلا، والجوهر يعني العرض دي زي الضحك التعب وهكذا، ده لا يستقل بنفسه. والجوهر قال لي ما يتميز بنفسه، جوهر يعني حية مستقلة بنفسها. الجوهر المجرد هنا يقصدون هنا العقل. يبقى هنا بيقول لي بقى ايه؟ ليست بجسم ولا عرض، بل هي جوهر مجرد زي العقل كده يتعلق بالبدن تعلق تدبير، هي اللي بتدبر أمر البدن. القول الرابع بتاع الإمام العز بن عبد السلام قال أن لكل فرد روحين، روح اليقظة وروح الحياة.
لكل عبد روحين، روح اليقظة وروح الحياة. فإذا خرجت روح اليقظة دي اللي بتخلي الإنسان إيه؟ ينام، نام الإنسان. إذا خرجت روح اليقظة نام الإنسان. وإذا خرجت روح الحياة مات ولا يعرف مقرها إلا الله، ولا يعرف مقرها إلا الله. والإمام العز بيقول لي الإنسان له روحين، روح اسمها روح اليقظة، دي اللي إيه؟ دي اللي بتكون في الإنسان طول ما هو إيه؟ صاحي. فإذا ذهبت نام الإنسان. وروح الحياة إذا خرجت مات الإنسان ولا يعرف مقرها إلا الله تعالى. قد فهم هذا من قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. يعني لما الإنسان ينام الله يتوفى نفسه. قال الله الوفاة هنا بمعنى النوم، فالله ينيم الإنسان حين يقبض روحه حين موته، حين نومه، يعني لما ينام ربنا يقبض روحه. طيب لو ربنا كتب للإنسان ده عمر فبيرسل الإيه؟ يرسل روح أهو، فيمسك التي قضى عليها الموت. طب والتاني قال ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. بما يرد على ما ذهب إليه العز بن عبد السلام ولما شبه النوم بالموت. قال الرد ليس في الآية ما ينص على وجود روحين لكل إنسان. يعني الإمام العز قال لك والله في روحين، هنقول له لا، الآية ليس فيها دليل على أن هنا ما فيش روحين. قال وإنما هي روح واحدة، وإنما شبه النوم بالموت لعدم التمييز. يبقى بيقول لك لماذا شبه النوم بالموت؟ لماذا؟ قال لأن الميت لا يميز كذلك النائم لعدم التمييز، فقال لك شبه النوم بالموت لعدم التمييز. هل ورد نص شرعي يحدد شكل الروح ولا حقيقتها؟ قال لي لا، والله لم يرد نص شرعي يحدد شكلها إيه ولم يحدد حقيقتها إيه، ولا يتوقف على العلم بحقيقتها إيمان أو عبادة. لا، ربنا مش طلب منا أن أنت نعرف أصلا حقيقة الروح دي يعني ولا صورتها إيه، ولا يتوقف عليها إيمان ولا عبادة. قول العلماء في حدوث الروح، يعني الروح دي حديثة ولا قديمة؟ قال لي لا، أجمع العلماء على حدوث الروح، يعني حادثة، لأنها حادثة يعني ليست بقديمة، ليست قديمة، دي حادثة. يبقى حدوث الروح، طبعا حدوث الروح هنا من وهو حادث، يعني لأنها من العالم هو إيه؟ حادث. بيقول لي ما رأي العلماء في أيهما خلق أولا، الروح أم البدن، وما الراجح فيهما؟ الرأي قال لكن العلماء اختلفوا فيما إذا كان الروح مخلوق، إن كانت الروح مخلوقة قبل البدن أم البدن مخلوق قبلها، على أقوال. القول الأول اسمع بك، فمن العلماء من ذهب إلى أن الروح مخلوقة قبل البدن، دليلهم قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يبقى ربنا أخذ ذرية بني آدم من ظهور آدم، وإذ أخذ ربكم من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخذ الذرية وأشهدهم على أنفسهم. أشهدهم بالأرواح ولا بالأجساد؟ قال لا، بالأرواح. ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، يتكلم عن الأرواح. يبقى هنا ربنا ألف الأرواح هنا قبل الأبدان يعني. وجه استدلال قالوا إن الأرواح يوم الظهور كان بعضها يتدابر وبعضها يتقابل، فما تدابر منها تنافر واختلف وما تقابل تعارف وائتلف. يعني أن الله يوم خلق الأرواح فيه أرواح تلاقت بتلاقي نفسها مع غيرها بيرتاح لغيره مثلا، أو في واحد تاني ما يرتاحلوش، فقال لي دي الأرواح قبل الأبدان. القول الثاني قال ذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي،
أن البدن خلق قبل الروح. دليله استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه، ده دليل قوي برضه، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني 40 يوم بيبقى نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ في الروح. يبقى هنا الجسد تكون أولا. قالوا في قوله فينفخ فيه الروح دليل على أن الروح نفخت بعد تكوين الجسد. الرأي الراجح قال الرأي الأول اللي هو إيه؟ الجسد، الروح قبل الجسد، لأن الاستدلال الفريق الثاني بحديث نفخ الروح مردود عليه بأن النفخ لا يفيد الخلق في وقت النفخ، ولكن قد ينفخ ما هو مخلوق من قبل. يعني ممكن يكون مخلوق قبل كده ونفخ فيه الروح. قال لي يعني بمعنى ممكن تكون الروح اللي الملك نفخها في هذا الجسد، الروح نفسها دي مخلوقة قبل الجسد، فممكن تكون الروح مخلوقة وبعد كده نفخها هو. يعني الروح مخلوقة وبعد كده الملك نفخها في الجسد. لأن الاستدلال الفريق الثاني بحديث نفخ الروح مردود عليه بأن النفخ لا يفيد الخلق. مش معنى أن الملك نفخ الروح يبقى الروح دي لسه مخلوقة، لا، ممكن تكون مخلوقة قبل كده، ولكن قد ينفخ ما هو مخلوق من قبل. ما رأي أكثر أهل السنة في مسألة البحث في الروح؟ قال ذهب أكثر أهل السنة إلى أن الأسلم عدم البحث، هو أمر ربنا استأثر بعلمه حتى لا تزل العقول فتثبت أمور منتفية أو تنفي أمور ثابتة. وهذا ما رجحه صاحب الجوهرة حيث قال ولا تخض في الروح إذ ما ورد نص من الشرع لكن وجد. يبقى لا تخض في مسألة الروح. وهنا بيلخص لي حكم البحث في الروح. الرأي قال مكروه، وقال بعضهم محرم، والبعض لم يمنع البحث فيها، واختلف برضو في حقيقة الروح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.